حصلت مع حسن شحاته في نادي الزمالك، مع ابناء النادي اللي دايما بيمسكوا، تلاقي دايما الاداره ما بتدعمش كويس، ما بتقفش ورا المدرب، اي حاجه في اول وقعه يلا يا عم يبداوا بقى ايه الكواليس جوه في المجلس، اشتغل شوف لنا مش عارف ايه. المدرب بيعرف، اصل نادي الزمالك مكشوف في الاعلام ومعروف وكل حاجه بتحصل جوه النادي. يعني الجلسه اللي قعدوها النهارده بعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك لسه خلصانه من 10 دقائق، وانا من ساعتين عارف التفاصيل كلها من جوه الجلسه، واللي بيطلع يقول من الجلسه اعضاء مجلس اداره كانوا موجودين في الجلسه. فمش عارف، ونادي الزمالك مش يعني نفسي يتصلح في النقطه الاداريه دي عشان يبقى في فريق كوره محترم، في سيستم داخل نادي الزمالك. الزمالك ماشي بالبركه بالبركه، وانا بعني الكلمه، واللي يزعل يزعل، بس الزمالك ماشي بالبركه. طيب واحنا يعني دايما انا بقول كده عشان مصلحه الزمالك، ان الزمالك قطب كبير. يعني الناس اللي ممكن الزملكاويه يقول لك ده كريم شويه جاي على الزمالك، لا انا بقول كده ان حاجات غلط بتحصل في النادي وبحاول او نفسي تتصلح، ولكن يعني حاسس ان مفيش امل في تصليح او اصلاح الامور داخل نادي الزمالك. وطبعا الازمه الماليه مأثره وحاجات كتير، لكن احنا يعني بنقول الكلام ده على طول، فمش عايزين نعيد ونزيد في نفس الكلام. اروح للاستاذ ياسر يحيى رئيس النادي المصري.